السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. وطبعا واكيد ما ننساوش الصلاه والسلام على رسول الله. كنتمنى لكم ايام مباركه وعواشر مباركه تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا وكل ما تمنيتوا في خاطركم ان شاء الله. نبداو على بركه الله في المقادير، وانا اليوم جبت لكم 4 ديال الوصفات اللي درتهم ورا بعضياتهم بمناسبة عيد المولد النبوي. ان شاء الله غادي نحتاج الغزالات ديالي 2 البيضات كيف ما لاحظتوا في الفيديو، قبيصه ديال الملحه اولا رشيشه ديال الملحه كل واحد وكيفاش كيقول لها، كاس ديال دانون، كاس ديال سكر سنيده وكاس ديال الزيت بنفس العبار ديال دانون. وغادي نحاول انني نطرب المقادير كلها مع بعضياتها حتى كتمازج، وكنحس بان الخليط تخلط لي مزيان. عاد غادي نضيف الخميره والدقيق تقريبا الغزالات ديالي غادي تهز لكم 2 الكؤوس ونصف حتى ل3، يعني على حسب الدقيق. شي مرات راه الدقيق كيشرب. المهم انا هنا هزت لي 2 ونصف ديال الدقيق من هاد الكؤوس ديال دانون. وكنحاول كيف ما قلت لكم انني نخلط مزيان. واللي بغات الغزالات ديالي انها تستعمل الطراب الكهربائي تقدر تستعمله، انا هنا اكتفيت فقط بالطراب اليدوي. وكيف ما كتلاحظوا بقيت كنطرب حتى رجع اللون ابيض، وهنا ضفت القليل من الدقيق وزدت له معلقه ديال الخميره الكيماويه اولا ديال الحلوى. على ما اظن انها 2 الاكياس، انا ما عبرتش الصراحه لان كانت عندي الخميره ديال العبار. درت معلقه كيف ما كتلاحظوا كبيره، وكنطرب مزيان وكنضيف الدقيق. كيف ما قلت لكم انا هنا دخلوني 2 كؤوس ونصف، نتوما تقدر تدخلكم حتى 3. وغادي نحاول انني نزيد الدقيق شويه بشويه، وطبعا كنكونوا يا اما كتغربلوه قبل اولا كديروا الطريقه اللي درت انا، يعني كتغربلوه حتى كتجيو تضيفوه. المهم انكم كتخلطوا الدقيق حتى كتحسوا به انه تمازج مع الخليط ديالكم. ومن طبيعه الحال هنا في هذه اللحظه هذه كتكونوا موجدين اللاطه اللي غادي تكبوا فيها هذا الخليط. وكتكونوا يا اما دهنتوها بالزبده ورشيتوها بالدقيق، او لا غديروا الطريقه اللي درت انا غلفتها بالكاغيط ديال الزبده. الصراحه هذه الكيكه كتجي زوينه الغزالات ديالي، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. كيكه ديال التفاح، انا هنا مازال غادي نزيد التفاح. وما تنساوش الغزالات ديالي اللي وصلت لهنا دير لي لايك تشجيعا منكم، وتبارطاجي لي لا فيديو مع الاهل والاحباب لتعم الفائده. وشكرا للناس القدامى وشكرا للناس الجداد اللي زاروا القناه ديالي مؤخرا. واحد الاخت زارت القناه ديالي وكانت تفرجت لواحد لا فيديو كان كيهضر معايا الابن ديالي الصغير. مرحبا بك اختي، مرحبا والف مرحبا، وقالت لي انا درت لك اللايك غير على قبل ولدك. شكرا اختي، حتى على قبل ولدي مرحبا بها. شكرا ليك. وكيف ما كتشوفوا هنا انا درت الكاغط ديال الزبده في هذا اللاطه اللي غندخل الفران. شوفوا هاد الحيله الغزالات ديالي، من ما كيبغيش يلصق لكم الكاغيط كتحاولوا انكم تجيبوا شويه ديال العجين وكتلصقوه بهذه الطريقه، وها نتوما ضمنتوا ان الكاغيط غيلصق. وغادي تكبوه، هو اللي غادي يزيد يلصقو نيشان. الله اكبر على الحق. وكتطلعوا يدكم شويه الفوق وكتكبوا. لا اله الا الله محمد رسول الله.
وهنا انا الغزالات ديالي الفران كان بارد، دخلتها الكيكه يعني على فران بارد، وكنقص لها الفران. انا عندي الفران ديال الغاز، وكنخليها طيب تقريبا 45 دقيقه. وهنا غادي نحتاج جوج ديال التفاحات اللي غادي نديرهم بالقشره ديالهم، ما غاديش نضيع القشره. انا هنا غسلتهم مزيان وكنحكوهم في الحكاكه الغليظه، وغادي نزين بها الكيكه ديالي. فقط تغيير للكيكات اللي موالفين كنديرو، والصراحه كتجي حتى في المذاق كتجي خطيره، مع اضافه ديال القرفه في الاخير. انا ضفت لها القرفه، كتجي رائعه الغزالات ديالي. ما تنساوش انكم تجربوها وغتشكروني عليها. وهنا من بعد ما ساليت غادي نجيب الكيكه كيف ما كتلاحظوا، وغادي نحاول انني نضيفها من الفوق شويه بشويه. وكيف ما قلت لكم انا هنا ضفت القليل من القرفه اللي كيف ما قلت لكم كتواتى مع التفاح. كيجي واحد المذاق اللي الصراحه خطير خطير. واللي بغات تستغنى عليها ما كتعجبهاش القرفه، يعني داكشي كيرجع ليكم. وها هو الشكل النهائي ديالها، كتجي فنه. ما شاء الله. يعني اللي بغى يزيد التزيين يزيد، انا خليتها فقط هكا. اكتفيت فقط بالتفاح والقرفه. واللي بغات تزيد لها كيف ما قلت لكم يعني كاوكاو او لا العسل او لا، المهم هي حره انها تزيد لها اللي بغات. وغادي ننتقل معكم للوصفه الثانيه. الغزالات ديالي غريبه اللي كتجي خطيره جدا. غادي كذلك نحتاج جوج البيضات، لا غلا على مسكين. غادي نحتاجو نصف كاس ديال السكر سنيده ونصف كاس ديال الزيت. انا هنايا لقيت راسي ما كنصورش. معلقه ديال الماء زهر ومعلقه ديال العسل. هاد الغريبه الغزالات ديالي كونوا اكيدين انها غتعجبكم وغتنال الاعجاب ديالكم مع كل اسرارها. وهنا غادي نضيف هاد الساشي ديال الكاكاو. غنضيفو كامل باش غيجيني اللون شويه مجهد، تجيني قهويه مزيان. وكذلك ضفت واحد الرشيشه ديال الملحه لتصحيح الذوق. وغادي نمزج هاد المقادير مع بعضياتها مزيان حتى كنحس بان داك الكاكاو والسكر والبيض تمازجوا. وعاد غادي نضيف المقادير الاخرى. وهنا طبعا انا كانت الكيكه كطيب، باش كنخلي الفران يسخن مزيان مزيان. ملي خرجت الكيكه دخلت الغريبه، كتجي زوينه. وغادي نضيف نصف كاس ديال الكاوكاو مهرمش، واللي بغات تضيف كاس كامل تضيف، وكاس مع مرش ديال الكوك. وغادي نضيف نصف كاس ديال السميد، والبقيه غادي نكملو بالدقيق حتى كنجمع نجمع الخليط ويتجمع، ما يجيش قاصح وما يجيش خفيف. وهنا غادي نضيف معلقه ديال الخميره. والدقيق هنا الغزالات ديالي يعني عينكم ميزانكم، كيف ما كنقول لكم دائما انا ما كنعبرش.
المهم العجين ما يكونش قاصح، يكون باقي كيتلصق في اليد هكا كيف ما كتلاحظوا. خليوه. وغادي نحتاجو شويه ديال الماء زهر والسكر كلاصي من نوعيه زوينه، يعني يكون يعني زوينه، ما تكونش يعني ولا طحنتوه في الدار ديروا معاه شويه ديال النشا. وغادي نحاول انني نكور شويه، وعاد غادي نضيف لهم سكر ثقيل او لا السكر الناعم، وغادي نديرها في اللاطه كيف ما قلت لكم. وهنا من بعد ما كملتها غنجيب نصف ديال القرقاع، وغادي نزوق بها الحليوه اللي صايبت. واللي بغات تخليها يعني بلا قرقاع وبغات تستغنى عليه، يعني هذاك الشيء كيرجع لها اختياري. انا القرقاع فقط كان متواجد عندي ودرته للامانه، يعني ما غاديش نقول لكم بانني شريته باش نديرو في هاد الحلوه هادي. يعني تقدروا تخليوها هكاك بلا غير هكا، راه كتشقق وكتجي غزاله ما شاء الله. داك المذاق ديال الكوك مع الكاوكاو مع السميده مع الدقيق كتجي خطيره. الغزالات ديالي انا اكيده انكم غادي تجربوها وغتردوا عليا الخبار. ومن بعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها. شوفوا ما شاء الله كيف جات، كتجي رائعه. ونبغي ننصحكم نصيحه انكم تحضيو معاها، لان فيها الكاكاو. ما كتشوفوش انها واش تحمرت ولا ما تحمرتش. المهم انا كنديرها لتحت وكنخليها كتشقق على نار مهيله الغزالات ديالي، ومن بعد كنطلعها الفوق كتكمل الطياب ديالها، وكنحيدها وكنخليها حتى كتبرد. عاد كنهزها لان كتكون طريه من كتكون سخونه. الصراحه هنا في الجهه الشرقيه كيوجدوا بزاف ديال الحويجات، منهم تقنته اللي ان شاء الله غادي نحط لكم لا فيديو ديالها. أه معروفه، يعني كيحضروا هاد التقنته في عيد المولد النبوي. وهنا الغزالات ديالي بغيت نشارك معكم واحد العشيوه اللي كتكون خفيفه ظريفه. غادي نحتاجو هنا الدجاج على حسب افراد العائله، المعدنوس، واحد البصيله اللي كتكون مقطعه رقيقه، الخرقوم، الفلفل الاسود، السكينجبير، شويه المليحه، شويه القزبر حبوب، وكذلك معدنوس، والزيت المائده طبعا. وكندير كل شيء، والثومه الغزالات ديالي كندير كل شيء كيتقلى كيف ما كتلاحظوا. ومن بعد ضفت لها الزيتون مقطع هكا، وشوفوا تبارك الله كتجي المريقه خاتره. يعني ما نقدرش نوصف لكم المذاق ديالها. ومن بعد قليت الفريت ودرتو عليها، وكانت عشيوه اللي كتكون شويه خفيفه وظريفه على قلبي وعلى قلوب وليداتي. بنادم ما فيها باس مره مره يبدل ويدير لوليداتو شي حاجه مغايره، واخا باقل حاجه، يعني ماشي بالضروره يكون الدجاج بزاف. وكيف ما كتلاحظوا غادي نختم معكم بواحد الكلاص اللي سهل كذلك وماهل واقتصادي. غادي نحتاجو الكلاص، وغادي نحتاج واحد جوج ديال مومو، وواحد الدانون بالنكهه ديال الفاني. وهنا غادي نكب هذاك ونصف لتر ديال الحليب. غادي نكب هذاك الساشي ديال الكلاص في الحليب، وغادي نطربو حتى كيطلع، يعني كيجي كلاص خفيف وظريف واقتصادي. يعني باش تمشي تشري شي حاجه اللي كثيره غادي تنقام لك يعني اكثر من هكا. وفي نفس الوقت كيخرج لك كميه لا بأس بها.
وغادي نطربها مزيان حتى كيطلع. كيف ما كتلاحظوا هذا هو القوام ديالها من بعد ما طلع. ومن بعد غادي نضيف لها جوج اكياس ديال مومو اللي كنكون دقيتهم شويه بشي كاس اولا غير بيد ديالنا. واللي بغات تضيف الشوكولات اولا الكاوكاو اولا اللوز اولا يعني داكشي كيرجع على حسب الموجود اختي في الدار ديالك. يعني انا قلت لك يعني هادشي اقتصادي. اما الا بغيتي تزيدي شي حاجه اخرى للتزيين بامكانك اختي انك تزيدي. يعني هو ما يختصرش على هادشي يعني باش تعزي المذاقات. انا فقط درت له هاد الكاطو يعني غير باش يجي فيه ديك الحبيبات ما يجيش عادي. وغادي نخلط مزيان ونكبو في ديك البواطات وندخلو للمجمد واحد 3 سوايع اولا 4 اولا كديريه في الصباح والعشيه كتقدميه لوليداتك. شوفوا القوام الغزالات ديالي شوفوا تبارك الله شحال خرجت. راه عمرت لي البواطه الاولى والبواطه الزوجه درت فيها النص. واللي وصلت حتى لهنا كنتمنى منكم الدعاء ليا وليكم في هذه الايام المباركه. الله يسهل على كل واحد. الله يسهل علينا وعليكم. الله يرحم امواتنا وامواتكم. الله يرحم الناس اللي ماتوا في الزلزال والناس اللي ماتوا في ليبيا. الله يكون معاهم. الله يصبر الاهل ديالهم. والله كانوا فاتوا ايام الصراحه صعيبه على العالم كامل ماشي غير علينا حنا. وهنا كنخبط الغزالات ديالي شويه باش كيهبط. كيف ما كتلاحظوا انا قلت لكم هنا خرجت لي بواطه والنصف. ما نضيعوا حتى حاجه لا للضياع. انا دائما كنقولها ونعاودها لا للضياع. اي حاجه الغزالات ديالي تقدروا انكم تخرجوا منها شي حاجه علاش لا ما نستعملوهاش. راه الضياع ما يبغيه لا الله لا العبد. وخا يكون عندنا الحمد لله نستغلوا اي حاجه. والانسان يطيب على قدر المستطاع يعني الا كان عارف بانه ما غيقدرش ياكلها مره اخرى ما يطيبش بزاف. هذه نصيحه فقط ليا وليكم يعني ماشي غير ليكم تالية. وكيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي الصراحه جا رائع شكلا ومذاقا. ومره اخرى نتمنى لكم عواشر مبروكه. واللي وصل حتى لهنا ما ينساش اللايك. ومع السلامه مع السلامه.